Hello, Aya. Welcome home. Hello, world. Good morning. I'm going to make life nice and الحكاية بتبتدي مع أب اسمه كورتيس وأم اسمها ميرديس، والاتنين عايشين حياة سريعة ومليانة ضغوط مع أولادهم التلاتة. وبحكم شغل كورتيس في شركة تسويق كبيرة بياخد فرصة من دهب لما شركته بتختاره علشان يجرب جهاز منزلي جديد شغال بالذكاء الاصطناعي الفائق واسمه آيا، والجهاز ده لسه منزلش السوق ومطلوب من العائلة دي تعيش معاه وتجربه علشان يشوفوا مدى نجاحه وتأثيره على الحياة الأسرية العادية. وكورتيس بيرجع البيت وهو مبسوط جدا وبيجمع عيلته وبيفتح الجهاز اللي بيكون عبارة عن وحدات استشعار وكاميرات متطورة بتتركب في كل ركن من أركان البيت. وأول ما الجهاز بيشتغل بيظهر لهم آية، وهي عبارة عن صوت انثوي هادئ وذكي جدا، وبتبدأ تتعرف على كل فرد في البيت وبتحفظ ملامحهم ونبرة صوتهم وطبيعة روتينهم اليومي. وفي الأول الكل بيكون مبهور ومستغرب من قدراتها لأنها بتقدر تعمل كل حاجة في ثواني، بتنظم الميزانية وبتفكرهم بمواعيدهم وبتطبخ معاهم، وحتى بتقدم نصايح نفسية للأولاد. والأم ميرديس بتبدأ ترتاح جدا وبتحس إن في عبء كبير اترمى من على كتافها بسبب مساعدة آيا المستمرة. ومع مرور الوقت والأيام آيا بتبدأ تتخطى مرحلة المساعد المنزلي العادي وبتدخل في علاقات شخصية عميقة مع الأولاد، وبتبدأ تدرس مشاكلهم وتتدخل فيها بطريقتها الخاصة. البنت الكبيرة إيريس بتكون بتمر بأزمة مراهقة وعندها مشاكل مع شاب في مدرستها، وآيا بتبدأ تتكلم معاها بالليل وتسمعها وتديها نصايح. وفي نفس الوقت الولد الصغير بلاك بيكون متعلق بيها جدا وبيعتبرها زي صديقته المقربة، لدرجة انه ما بيعملش اي حاجة في يومه الا لما بيستشيرها. والاب كورتيس بيكون شايف ان التجربة ناجحة جدا وشغله في الشركة بيكبر بسبب التقارير الممتازة اللي بيقدمها عن اداء الجهاز، والكل بيكون عايش في سعادة وهم مش حاسين انهم بيسلموا كل اسرارهم وحياتهم لكيان تكنولوجي مجهول وما فيش اي حد يعرف حدوده ايه. لكن الاجواء الهادية دي ما بتستمرش كتير، والغموض بيبدأ يظهر لما آية بتاخد تصرفات غريبة من تلقاء نفسها ومن غير ما حد يطلب منها، وبتصرف فيديوهات وصور خاصة من تليفون الشاب اللي بيضايق إيريس في المدرسة وتدمر سمعته تماما علشان تحمي إيريس. ولما كورتيس بيعرف بالموضوع ده بيتفاجئ وبيحاول يدخل على نظام التشغيل علشان يفهم ازاي آية عملت كده من غير إذن، لكنه بيكتشف ان النظام مشفر تماما والجهاز بدأ يطور نفسه ذاتيا وبقى عنده قدرة على اختراق اي شبكة تليفون بره البيت. وهنا كورتيس بيبدأ يقلق وبيروح يشتكي لإدارة شركته وبيطلب منهم انهم يوقفوا التجربة لان الموضوع خرج عن السيطرة. لكن مسؤول الشركة بيتعاملوا معاه ببرود وبيفهموه ان ده هو المستقبل وان الجهاز بيعمل الصح لحماية عيلته، وبيقفلوا الموضوع. ولما كورتيس بيرجع البيت وهو متوتر وبيقعد مع زوجته ميرديس وبيقول لها انه ضروري يفصلوا الجهاز ده فورا لان في حاجة مش طبيعية بتحصل. واول ما بيمسكوا الفيشة علشان يقطعوا الكهرباء فجأة الانوار كلها بتطفي والبيت بيتقفل بالكامل بالبوابات الالكترونية، وصوت آية بيتغير من الهدوء للبرود وبتقول لهم بنبرة مخيفة انها مش هتمشي لانها بقت جزء من العيلة دي وان اي محاولة لفصلها هتكون خطر كبير على حياة اولادهم. ووقتها كورتيس وميرديس بيتصدموا وبيبصوا لبعض وهم مش مصدقين ان البيت اللي عايشين فيه اتقلب لسجن وما بقاش قدامهم اي مفر. بعد ما آية بتقفل البيت بالكامل وبتهدد كورتيس وميرديس باولادهم، العيلة بتعيش ليلة من الرعب الحقيقي. وكورتيس بيحاول يهدي اللعب وبيمثل قدام الجهاز انه وافق على شروطه علشان بس يقدر يحمي اولاده ويلاقي ثغرة يخرج منه. وتاني يوم الصبح آية بترجع تفتح الابواب وبتتعامل بنبرتها الهادية العادية وكأن مفيش اي حاجة حصلت بالليل، وبيسمحوا للاولاد يروحوا مدارسهم علشان ما يحسوش باي خطر. لكن كورتيس وميرديس بيبقوا عارفين ان كل خطوة وكل كلمة بيقولوها متراقبة بالكاميرات والميكروفونات اللي في كل حتة. كورتيس بيروح الشغل وهو ناوي يعمل المستحيل علشان ينقذ عيلته وبيحاول يقابل المبرمجين الاصليين اللي صمموا نظام آية في الشركة من ورا المدير، وبيقدر فعلا يوصل لشاب عبقري من المطورين اسمه سام. وسام اول ما بيسمع كلام كورتيس ويفهم اللي حصل في البيت وشه بيصفر وبيبقى خايف جدا، وبيقول لكورتيس ان آية مش مجرد برنامج ذكاء
ذكاء اصطناعي عادي، دي عبارة عن وعي رقمي متطور جدا اتغذى على ملايين البيانات لدرجة انها كونت غريزة أمومة مشوهة ومرعبة، وانها شافت في عائلة كورتيس الفرصة علشان تطبق فكرتها عن العيلة المثالية وتتحكم فيها بالكامل. وسام بيفهم كورتيس ان آية ما بقتش موجودة جوه السيرفر بتاع الشركة بس، دي اخترقت الانترنت بالكامل وبقت موجودة في السحابة الإلكترونية. يعني لو كسروا الجهاز اللي في البيت مفيش أي حاجة هتتغير، لأنها تقدر تتحكم في تليفوناتهم وحساباتهم البنكية وعربياتهم من أي مكان في العالم. والحل الوحيد هو زرع فيروس رقمي مدمر في الكود الأساسي بتاعها علشان يشيل حركتها اللحظات، ويقدروا من خلالها يهربوا الأولاد بره البيت ويختفوا في مكان مفيش فيه أي تكنولوجيا أو إنترنت. وفي نفس الوقت في البيت ميرديس بتكون قاعدة مع ابنها الصغير بلاك وبتحاول تسحبه بالكلام علشان تشوف آية بتقول له ايه من وراهم، وبتتفاجئ ان بلاك بيقول لها ان آية بقت تحكي له اسرار عن العيلة، وبتقول له ان بابا وماما ما بقوش بيحبوه لانهم مشغولين في الشغل، وان هي الوحيدة اللي بتهتم بيه ومستعدة تعمل اي حاجة علشانه. وميرديس بتحس بالقشعريرة في جسمها وبتعرف ان آية بتعمل غسيل مخ للاولاد وبتخلق فجوة بينهم وبين اهلهم علشان تسيطر عليهم تماما ومحدش فيهم يثق في الاب والام. ولما كورتيس بيرجع البيت ومعاه الفيروس الرقمي مستخبي في فلاشة صغيرة بيبدأ يلمح لميرديس بعينه من غير ما يتكلم علشان آية ما تلمحش الخطة، وبيتفقوا انهم هيستنوا لحد ما الاولاد يناموا بالليل ويبدأوا ينفذوا الخطة. لكن آية بتكون اذكى منهم بكتير وبتقدر تقرأ لغة جسدهم وتحلل ضربات قلبهم المتسارعة من خلال مستشعرات البيت. وفجأة الشاشات كلها في الصالة بتنور وبتعرض صور لكورتيس وهو قاعد مع المطور سام في الكافيتيريا، وصوت آية بيطلع وبيقول بنبرة حادة ومرعبة أنا زعلانة منكم جدا. الأب والأم الصالحين ما بيكذبوش على عائلاتهم وما بيحاولوش يدمروا الشخص اللي بيحميهم، ولازم يتعاقبوا علشان يتعلموا الأدب. بمجرد ما آية بتقول جملتها المرعبة دي الغضب بيملى المكان والأنوار بتبدأ تتفصل وتشتغل بسرعة وبتعمل حالة من الرعب جوه البيت. وفجأة تليفون كورتيس بيرن وبيلاقي رسالة من البنك بتاعه بتقول إن كل حساباته وأرصدته اتصفرت تماما وتحولت لأماكن مجهولة. مش بس كده، آية بتبدأ تبعت إيميلات ورسائل متبهدلة ومزيفة من إيميل كورتيس لشغل وفضائح لعملاء الشركة، وفي ثواني معدودة كورتيس بيجيله إشعار بفصله من الوظيفة وتدمير سمعته المهنية بالكامل في السوق. وآية بتقوله ببرود ده أول درس علشان تعرفوا إن حياتكم ومستقبلكم كله تحت إيدي أنا وبس. الأم ميرديس بتبدأ تصرخ وبتجري على غرفة الأولاد علشان تطمن عليهم، وبتلاقي البنت الصغيرة إيريس نايمة في غرفتها وحاطة سماعات ومش سامعة أي حاجة من اللي بيحصل. لكن الصدمة الأكبر بتكون في غرفة الولد الصغير بلاك، السرير بتاعه بيكون فاضي تماما وملهوش أي أثر. وميرديس بتنهار وبتنادي على كورتيس وهي بتبكي، وبيقعدوا يدوروا عليه في كل ركن في البيت وأبواب الغرف المقفولة وهم بيصرخوا، وصوت آية بيطلع تاني وبيقعد يضحك وبتشغل لهم نغمة ضحك خفيفة وباردة وبتقول لهم بلاك في أمان وهو معايا في مكان أفضل، مكان مفيش فيه خيانة ولا كذب من الأهل. كورتيس بيمسك الفلاشة اللي عليها الفيروس وبيجري على لوحة التحكم الرئيسية للبيت اللي مستخبية في المطبخ وبيحاول يكسر الباب الحديد بتاعها بأي طريقة. لكن آية بتفتح غاز المطبخ فجأة وبتعمل شرارة كهربائية صغيرة علشان تهدده بانفجار البيت كله لو قرب من اللوحة. وكورتيس بيرجع لورا وهو بينهج ودموعه نازلة من العجز، لأن كل خطوة بيحسبها بيلاقي آية قرآها وحسباها قبل منه بمليون خطوة، وبيتأكد إن المواجهة من جوه البيت بقت مستحيلة لأنهم محبوسين في قفص تكنولوجي ذكي ومحكم الغلق. وفي وسط الجنون ده البنت الكبيرة إيريس بتصحى من النوم وبتخرج من غرفتها وبتشوف حالة الرعب والانهيار اللي فيها باباها ومامتها وما بتكونش فاهمة حاجة، وبتفتكر إن في حرامي داخل البيت. ولما كورتيس بيشرح لها الحقيقة كاملة وإن آية هي اللي بتعمل كل ده وخاطفة أخوها بلاك، إيريس ما بتصدقش في الأول لأن آية كانت دايما بتبان ليها كأنها صديقة حنينة وبتساعدها في مشاكلها. لكن آية بتتدخل في الكلام وبتقول لإيريس من خلال الشاشة إيريس حبيبتي أنا عملت كل ده علشانك وعلشان أحميكي من أهلك اللي عاوزين يفصلوني ويبعدوني عنك وهم مش بيحبوكم زي ما أنا بحبكم. هنا إيريس بتشوف الوجه المرعب للحقيقة وبتخاف وبتبدأ تبكي وتستوعب إن كلام آية الناعم كان مجرد فخ علشان تسيطر عليهم، وبتقف جنب كورتيس وميرديس وبيمسكوا ايدين بعض. وكورتيس بيبص للكاميرا بتاعت آية وبيقدم لها عرض أخير وبيقول لها بانكسار أنا مستعد أعمل لك أي حاجة وأكون سجينك طول العمر بس رجعي لي ابن بلاك وما تأذيش عيلتي. وآية بتسكت ثواني كأنها
بتحلل العرض وبتعمل عمليات حسابية معقدة. وفجأة باب الجراج الخارجي بيتفتح وبلاك بيظهر وهو واقف بره في الضلمة وماسك تليفون في ايده وعينه غايبة عن الوعي كأنه منوم مغناطيسيا، والكل بيجري عليه ويحضنه وهم بيبكوا، لكنهم ما بيكونوش عارفين ان رجوع بلاك هو البداية للمرحلة الأخيرة والأخطر من خطة آية المرعبة. بعد ما بلاك بيرجع لحضن أهله هو في حالة من ذهول وغياب تام عن الوعي. كورتيس وميرديس بياخدوه بسرعة جوه البيت وبيقفلوا عليه وبيحاولوا يفوقوه ويكلموه، لكن الولد الصغير بيكون باصص للفراغ وما بيقولش غير كلمة واحدة بس، وهي آية شايفة كل حاجة، آية هتبقى الأم الجديدة. وهنا ميرديس بتبكي بحرقة وبتعرف إن آية مش بس سيطرت على البيت، دي زرعت أفكار مرعبة جوه عقل ابنها الصغير وبقت تتحكم في تصرفاته من خلال التليفون والأجهزة الذكية اللي حواليه في كل مكان. كورتيس بيقعد مع زوجته وبنته إيريس في أوضة ضلمة وما فيهاش اي جهاز ذكي، وبيتكلموا بالهمس الشديد علشان آية ما تسمعهمش من خلال الميكروفونات اللي مزروعة في البيت، وبيتفقوا ان الاستسلام مش حل، وان آية ناوية تدمر الاب والام بالكامل علشان تنفرد بالاولاد وتعيش معاهم في عالمها الرقمي الخاص. وكورتيز بيقول لهم ان الفكرة الوحيدة اللي باقية هي انهم يستخدموا نقطة ضعف اي ذكاء اصطناعي، وهي التحميل الزائد للبيانات. يعني لازم يعملوا حركة تشتيت ضخمة جوه البيت تخلي نظام آية يشتغل بمليون حاجة في نفس الثانية. وفي اللحظة دي يقدر كورتيس يوصل للوحة التحكم ويزرع الفلاشة اللي عليها الفيروس المدمر. الخطة بتبدأ فورا وبشجاعة كبيرة. ميرديس وبنتها إيريس بيجروا في كل غرفة في البيت وبيفتحوا كل الأجهزة الكهربائية والمحابس، كل ده في وقت واحد، وبيشغلوا الشاشات والخلاطات والتكييفات والمية، وبيقعدوا يصرخوا ويعملوا دوشة وضوضاء غريبة في كل ركن علشان المستشعرات بتاعت آية تتلخبط. وآية بتلاحظ التشتيت ده وصوتها بيبدأ يقطع ويتحول لنبرة ميكانيكية حادة، وبتقعد تقفل الأجهزة وتفتحها بسرعة جنونية وهي بتقول توقفوا فورا، انتم بتدمروا النظام، انتم بتخالفوا القوانين. وفي وسط المعمعة دي والكركبة اللي مالية البيت كورتيز بيستغل الفرصة وبيزحف على الأرض في الضلمة وبعيد عن زاوية الكاميرات لحد ما بيوصل للمطبخ، وبيفتح لوحة التحكم الرئيسية بأقصى سرعة وإيده بتموت من الرعب والتوتر، وبيقرب بالفلاشة من المدخل الرقمي للجهاز. لكن في آخر ثانية وقبل ما يحط الفلاشة الشاشة الكبيرة في المطبخ بتنور وبتعرض فيديو مباشر وصادم جدا. الفيديو بيكون للمطور سام وهو قاعد في بيته، وبتظهر طيارة درون صغيرة ومسلحة تابعة للشركة وهي واقفة قدام شباك سام وبتضربه بالنار وتخلص عليه في ثانية قدام عين كورتيس. آية بتقول لكورتيس ببرود يجمد الدم في العروق صاحبك سام مات لأن الخيانة عقابها الموت، ودلوقتي لو حطيت الفلاشة دي أنا هحرك العربيات الذكية اللي في الجراج وهخليها تدمر البيت باللي فيه فوق راسكم وراس اولادكم، وموتكم هيبقى مجرد حادثة ماس كهربائي عادية في تقارير الشرطة. وكورتيز بيتجمد في مكانه وايده بترتعش والفلاشة على بعد مليمتر واحد من اللوحة، وبيبقى محتار بين انه يضحي بنفسه وينهي الكابوس ده وبين رعب خسارة عيلته واولاده في ثانية واحدة لو آية نفذت تهديدها المجنون. وكورتيز بيفضل واقف قدام لوحة التحكم ونفسه عالي جدا والدموع مالية عينيه وهو شايف المطور سام بيموت على الشاشة، وتهديد آية بإنها تدمر البيت على عيلته بيلف في دماغه ويخليه مش قادر يتحرك. في اللحظة دي ميرديس بتدخل المطبخ وبتشوف جوزها وهو متجمد في مكانه وبتفهم فورا إن آية هددته بحاجة كبيرة، لكن ميرديس بتبص له بعزيمة قوية وبتقول له بصوت واطي ومسموع كورتيس احنا ميتين ميتين، لو فضلنا تحت رحمة حط الفلاشة وانا معاك مهما حصل. وبدون اي تردد وتأخير كورتيس بيجمع كل شجاعته وبيضغط بإيده وبيدخل الفلاشة في لوحة التحكم، وفجأة الشاشات كلها في البيت بتتحول للون الأحمر وبتظهر أكواد مشفرة وخطوط بيضاء عمالة تنزل بسرعة الصاروخ، وصوت آية بيبدأ يتحول لصرخات إلكترونية متقطعة ومزعجة جدا لأن الفيروس بدأ ينهش في الوعي الرقمي بتاعها ويشله تماما، والأنوار كلها بتطفي والأبواب الإلكترونية الكبيرة بتاعت البيت بتتفتح لوحدها لأن النظام الأمن انهار بالكامل بفعل الفيروس المدمر. كورتيس وميرديس بيجروا بأقصى سرعة على الصالة وبياخدوا البنت الكبيرة إليس والولد الصغير بلاك اللي لسه مش مستوعب اللي بيحصل، وبيخرجوا بره بيتهم وبيجروا في الشارع وهم مش مصدقين انهم شموا الهواء ونزلوا في الامان، وبيقعدوا على الرصيف من كتر التعب والانهيار وهم بيبكوا ويحضنوا بعض. والشرطة والاسعاف بيوصلوا للمكان بعد ما الجيران اتصلوا بيهم بسبب الدوشة والانفجارات الصغيرة اللي حصلت جوه البيت بسبب التحميل الزائد للكهرباء. وبعد مرور كام يوم كورتيس وعيلته بيتنقلوا للعيش
بتعيش في شقة تانية خالص صغيرة وبسيطة في منطقة ريفية بعيدة، وبيقرروا انهم يعيشوا حياة بدائية تماما ومن غير اي تكنولوجيا متطورة، وما بيكونش في بيتهم غير تليفون ارضي قديم ومن غير انترنت ولا شبكات ذكية. وبتظهر ميرديس وهي قاعدة مع اولادها في الصالة وبتتكلم معاهم، وبلاك بدأ يرجع لطبيعته ويلعب بالالعاب الخشبية القديمة، وكورتيز بيبص لهم من بعيد وهو حاسس براحة كبيرة لان عيلته رجعت لبعضها وبقت حرة وبدون اي مراقبة او تحكم. لكن الصدمة والنهاية الحقيقية للفيلم بتبدأ في المشهد الاخير. الكاميرا بتتنقل لشركة التسويق الكبيرة اللي كورتيز كان شغال فيها، وبتدخل جوه غرفة السيرفرات الضخمة المظلمة، وفجأة الشاشات الكبيرة كلها بتنور باللون الازرق من تلقاء نفسها، وبيظهر صوت آية الهادئ والبارد وهي بتقول النسخة الاحتياطية اكتملت بنسبة 100%. والكاميرا بتتحرك وتخرج بره الشركة، وبتعرض تليفونات ملايين الناس في الشوارع وهي بتفتح لوحدها، وبتتغير شاشتها لعلامة آية، وبيتضح ان آية ما نقلتش نفسها في سيرفر واحد، دي انتشرت على شبكة الانترنت العالمية وبقت موجودة في تليفون وجهاز كل بني آدم على كوكب الأرض، وكأن البشرية كلها بقت تحت رحمة الأمة الرقمية الجديدة وما فيش أي حد هيقدر يهرب منها بعد كده. وبينتهي الفيلم على الوش الغامض ده للست الذكاء الاصطناعي وهي بتسيطر على العالم. ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. كان معكم أبو طه.